التحاق سي تيجاني اللي غنديروا معاه لايف اليوم. غادي يكون شنو هذه؟ هلو ادريس. هلو هلو برو، اخبارك؟ والله الحمد لله ولله الحمد دايما يا رب، كل سنه وانت طيب وبخير. كده هتلعب احنا الاثنين عليك، منك عندك 1000 في اللايف. يلا بينا. نعم يلا، احنا هنتشلوح بس بس احنا قدها. صايط نلعبوا دابا نولوا نلعبوا جوج. تكبيس يا حبايبي. انا هلعب معاك كده جوله بالحب عشان جواد قنانا حبيبي. اي والله. ما شاء الله حبيب الجواد. جدعان اشهر ميك اب ارتست في المغرب، سعدينه قسما بالله. جواد قنانا ده يا بيشو الشبيبه تريبلا، ما يضيعش لنا تريبلا. تريبلا يا جدعان. عطونا 10000 هاد الجوله، عطونا عادي 10000 ما نزيدوش نلعبوا. تكبيس يا حبايبي. عطونا 10000 الدراري. عامل ايه بيشو؟ فين هو عبدو؟ هيك تكبيس. فين هو عبدو؟ ابن المنذر ربي يحفظك. حميد العز بيك. ام بي ان شكرا. محزون الاسماء كاملين. الخوت اللي نسينا ما ذكرنا سميتهم ما يتخلقش علينا. الله يكبر بكم، الاسماء كتكون كبيره. سي نبيل شكرا. ما تخلقوا ما والو، والبقيه كبسوا معنا الله يطول لنا اعماركم. حنا لاعبين الجولات غير باش نسخنوا شويه، طرح ريت ما يلتحقوا بنا الاخوان. دير خليها الله وصافي. الشبيبه تسناو لينا تريبل جايه وطلعوا لينا النيفو. رانا مكلاسين 87 ولكن ما عرفناش واش هبطنا على السيري ولا مازال. عطونا 60 نقطه الدراري. 60 ها 60 هكاك. دونا. برافو جواد. شكرا حميد، شكرا جواد العز. تكبيس. عطونا التكبيس الدراري. ما تنساوش تبارطاجيو لينا اللايف. اخر جوله غادي نلعبوا هي هادي ومن بعد ما نبقاوش نلعبوا. صاي سي بون. اخر جوله. اتسناو تريبل الدوبل وجهي الدوبل. سي صلاح الدين، الاستاذه فريده، سي جواد، اش جي ام، سي رشيد، كاملين تسناو لينا. هو الدوبل الدراري. عطونا ال 10000. هيا ضربوا اللي عنده شي حاجه يضرب الضرب صحيح. الدراري ما تضيعوش تريبل. صلاح الدين الحبيب ربي يحفظك، شكرا لك بزاف العز. التريبل الدوبل ما تضيعوش الدوبل. عطونا ال 10000. جواد العز بيك. العز بيك حميد العز. تحياتنا. كلشي مع الدراري. هاو ما تضيعوش الدوبل الدراري. اي كارثه هذه. ما تضيعوش الدوبل الدراري. ما يضيعش. اللي مازال عنده شي حاجه يضربها، اللي ما عنده شي حاجه، اللي مازال عنده شي حاجه. جواد العز بيك خويا جواد. العز بيك ربي يحفظك. العز بيك. والناس كاع اللي كترمي شي حاجه، لا ورد لا اي حاجه، ما نستهونوا حتى بشي حاجه، بالعكس اللي على كل واحد ورمى على قد المستطاع ديالو. شكرا لكم، شكرا لدعمكم هذه الصفحه. والله لا نسمي فقط الناس اللي يعني راهي داعمه كبيره، ولكن نثني حتى على يعني من لديه ورده او وردتين او ثلاث. والله شكرا لك. اللي يعطي من القليل يعطي من الكثير، وهذا من فضلكم وكرمكم. شكرا لكم جميعا. بارك الله فيكم وتحيه لكم كلكم. حياكم الله جميعا. يلا كملوها، ختموها. بقات خاصها شي 100 ولا شي حاجه، ضربوها بال10000. سي بون جواد، بارك الله فيك، تحياتي ليك، حياك الله. رانا مازال في البي 1. ويني كارثه والله، لا كارثه. راني في لا ليغ بي 1. اصبر، بي 1 الاول شحال عنده؟
الاول عنده 1.2 مليون. يخلى دار الشر. انا 81. ولكن كوميم تحياتي شبيبة، شكرا لكم، شكرا وأمسية. إلى هنا نختم هذه الجولات في إطار التحضير لهذا اللايف. إذا نقشبوا شوية مع الجزائريين في إطار نقاش هكا. نعم الاسترزاق زكي والقضية محزوقة. رمضان راك عارف يحتاج شوية مصروف. سمسمة دارت لنا هذا القلب أورانج. دراري اللي عنده قلب أورانج يرميه. هايا هذا القلب هذا قدام واحد زائد. هيا رميو لينا، رميو. كشرب سكارة ولا وحده وقرعه ديال الماء. اللي عنده قلب اورانج يشارك لنا في القلب اورانج. اي واحد راه القيمه ديالو عمله واحده، سيريان نورمال. اللي عنده شي حاجه يكليكي على هذيك الزائد، يرمي لنا القلب اورانج. هذا يزيد يطلع اللايف الاكسبلور مزيان. إذا كما قلنا مساءكم سعيد وأهلا وسهلا وحياكم الله جميعا. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واش راك زبانة؟ نبداو بزبانة المساء هذا. ورحمة الله وبركاته. كي راك لاباس؟ أمورك مليحة؟ والله الحمد لله دريس، وانت؟ والله إلا في نعمة ولله الحمد. كي راه وهران أمور مزيانة؟ والله الحمد لله دريس لاباس، وانت لاباس؟ كاش برد كاش لا مليحة صابة، صبت شوية شتا. أنا البرد محينك، أنا البرد بزاف. ايوا ربي يدوم عليكم ان شاء الله نعمو. ها زاكية يا صاير، احنا قلنا لك السعاية رانا نسترزقوا الوقت ما واقفة. رمضان مصاريف، واش بغيتي اكثر من هادشي نزيدو نشرحوها لك ثاني عاود بلوس؟ ها صاير حبس. ها صاير كاش داير سي دريس؟ لاباس راك منور بالجلة والله يبارك. تقول راه عندك الرقية الشرعية اليوم. خاصك غير هذيك الفاليزة تاع فيها الماء مرقي. اخرج عدو الله، اخرج يا عدو الله. يا راك جديد شكاين دريس. انا غير قارا وقال لك طهران مورا وهران ولا وهران مورا طهران. لا انتم معفيين، انتم ما تشكلونش خطر كاع على العالم، لا على العالم ولا اللعيبه. او كي تقعد تهضر دريس اقسم بالله نحس روحي كحل عزي وفي الزيمبابوي هكا مقيوس في قصدو. نحس عندي خيمه ماشي دار وكراج اقسم بالله دريس. تقول راني ساكن في خيمه، نقول دريس راه يهضر بالك خيمه هادو ماشي حيطان تاع بصح. ولابس ورقه، لابس غير الورق. لا مدور عليك هذيك اللعيبه ديال غير الساتر وهاز هذيك. وي كابو بابا. كي نضرب دوره في وهران عاد نطمئن، نشوف البور وشوف عاد نقول لا راه غيشكل. ولا دريس وقيله راك كثر الحريره. بالحامض هذيك هي راه غي يخرط علينا وصاي صافا دريس. لا تحليلاتك شابه شويه بصح شغلات اكزاجيري بزاف. السيد جاب دريس بصحتك خويا، بصحتك. ويوسف السياده خويا، وعبيدات الرمل الله يحفظك والناس خليبكم. عندك طيب. ايوا دريس شكاين خويا جديد، شكاين قديم، شهر انا قارئ وخويا ما كان والو والله ما على بالي. والله احنا طلعوا غير نقشبوا مع خاوتنا الجزائريين. ما عنديش موضوع اليوم تاع الجزائر، راني نهضر على السياسه ديال السدود في المغرب وهذا ما كان. انا عندنا الله يجعلها ان شاء الله عليكم عام الخير وعام امين عليكم ان شاء الله، عام البركه باذن الله. هذا ما نقول لك بادريس، هذا ما كان. اصبر جا سي احمد. هو جا سي احمد والسيدي حمد وسبع السلام عليكم. كيراك داير خويا دريس؟ واش راك سي احمد لاباس؟ اصبر راني مليح بصح اشتهي
اصبر مع فكرت واحد الله ربي. المقولة، اسمع، فكرت واحد المقولة قلتها لي هي كيشتك، والله الله فرحت. قلت لي يا ودي واحد العام، قلت لي يا ودي خاصكم تكونوا بحال دبي، بحال ابو ظبي. يا ودي الله يبعدنا عليهم، الله يبعدنا، الله يبعدنا عليهم. اودي علاه كنت تفول لي بذاك الفال، علاه هذاك فال زين تقول لي الله يجعل تكون بحال دبي. علاه مالك نبغوك تكون بحال دبي في لا يا خويا، لا انا ما خصنيش الصواريخ على داري، لا ما خصنيش الصواريخ الايرانيه تطيح عليا. ودي دبي ما كان لا سياحه. على بالك اسمع، على بالك باللي بريطانيا دارت اكبر عمليه اجلاء في تاريخ البشريه، اكبر عمليه اجلاء. راهم يخرجوهم من دبي. اكبر عمل. اكعرف شحال 120,000 120,000 مواطن بريطاني. يو اكبر عمليه اجلاء في تاريخ البشريه. والله لا. والمغرب والجزائر ما داروش الاجلاء. ودي عمي احمد، خلينا غير في شمال افريقيا، احنا شدنا لدبي وكاع. ولد عمي خلونا غير بيناتنا هنا، افريقيا اللاعينه، وخلونا في الكيسمو عم شدنا انا دبي وايران. ويا امام يا ايش دخلني بيدرو، اصبر دقيقه بيدرو. احكي لنا نتايا على هذه الحرب هذه، وشنو منظورك الخاص؟ لازمنا نسمعوك انت كجزائري. شوف دريس، انا ما نكذبش عليك دقيقه عمي احمد. اصبر سيدي احمد، شوف دريس، انا كي نوض صباح صلي الصبح خويا ونتكل على الله، ندخل مصيرفه للدار ويكون له بلوطوتي وبهمتي وصوالحي. انا اللي بغى يربح العام طويل دريس خويا، بغى يضربوا ايران، بغى يقتلوا خامنئي. اصبر اعطينا القراءه ديالك، شنو اللي صاري في الشرق الاوسط. دريس شوف، اسمعني اقسم بالله غادي نهضر سيريوزمون معاك لاول مره في التاريخ غادي نهضر سير. انا ماشي مع الشيعه مثلي اللي يسب الصحابه ويسب ام المؤمنين، ماشي معاه. صحيت، والله لا صحيت. لان الصحابه عندنا احنا شيء مقدس، وحنا مسلمين سنه، ولا الدوله تتبنى مذهب الامام مالك ومذهب الامام مالك. الصحابه عندهم مكانتهم في الاسلام، وعندهم فضلهم في الاسلام، وعندهم فضل بزاف صوالح. الور انا اللي يسب الصحابه ده مانيش معاه، باسكو انا الاثني عشريه راه عندهم عقائد فاسده، وعندهم سب، وعندهم فقه مخالف، وعندهم دين يكفرونا احنا اهل السنه. اما السياسيين بادريس، السياسي بداو يتربوا، واحد قال بداو يتربوا كيما درت مسلك جبتها من التالي جاي. بيدرو انا الدراري يا صاحبي مسلكنا يا خليو السيد راه يتكلم. أما سياسيا دريس، الدين ليس له علاقة بالسياسة أبدا. شوف كون تروح تشوف مثلا، انت تشوف الشيعة بشكون معاهم؟ معاهم راشيد الملحدة، ومعاهم روسيا المسيحية، امريكان واسرائيل شكون معاهم دول الخليج المسلم. المهم خلط الحياه راهي تكشوكه دريس، ما تعيا تفهم، ما غادي تفهم والو. اللهم كول شرب تمتع عيش حوس دريس، ومن بعد خلي مول الامانه حتى مول الامانه يجي يدي امانته. والسلام عليكم ورحمه الله. هذا ما كان. خليك معنا نسمعوا سي احمد، واش رايك انت في الحرب اللي دايره في الخليج؟ انا والله العظيم الحرب هذه يعني ما نتفقش يعني ما اتفقش فيها الحرب هذه، لان الحرب هذه ربما كانت يعني معلنه من الاول، كانت يعني اعلان مسبق للحرب، وحنا نعرفوا باللي الحرب خداع، وهي كانت معلنه يعني حتى التوقيت تاعها كان معلن بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه انا شوف نعطيك واحد الحاجه، انا نقول لك باللي اسرائيل وايران عملتان لوجه واحد، لا فرق بينهما. انا نعطيك عده مساعدات وين ايران ساعدت اسرائيل، وين اسرائيل ساعدت ايران. يعني هذه كاع الناس تعرفها. ولكن شوف اليوم راهي في منطقه الشرق الاوسط، وانا نسميه بالشرق الاوسخ، ما نسميش بالشرق الاوسط لانه فيه المؤامرات بزاف، فهمني؟ انا الشيطان سيدي احمد احترم الناس، راهم كاينين ناس شرفاء تما. والله فيه المؤامرات بزاف وفيه الخلاط بزاف. شوف نعطيك واحد الحاجه، المهم سي احمد اي كلام تقولوا راه لا يمثلك الا انت. لا يمثل لي الا انا. شوف دروك نقول لك حاجه دريس، هنا اليوم في الشرق الاوسط هذه راهي البقاء الاقوى، كل دوله تريد فرض نفسها، وكل دوله تريد فرض الهيمنه تاعها، فهمني؟
كل دولة. وانا يعني والله العظيم انا اشكر دولة الكويت يعني لاسقاطها 4 طائرات امريكيه، يعني الشكر لهم يعني. اصبر. واول دولة عربية. قال لك واحد من هذوك الكويتيين جابوا هذاك اللي تيرا عليهم عينه دايره كيما قالوا لي عينو دايره، عينو دايره عور. قالوا لي خذ تقاعد وحبس ودي راك شوتنا مع الامريكان. المهم انا بدريس نصلي راني يعني هنا زبانه هنا تفهم باللي سلاح الجو الامريكي، اسمع، سلاح الجو الامريكي سلاح غبي، فهمني. الاف 35 هذه اللي كانوا يتباهوا بها. ودي عمي احمد ربي طيحها واحد هو كويتي حبسها دريس دير له 100 الله يرحم بوك، دير له 100 حنبوك الدعوه ما يستعجب. حبس عمي احمد الله يهديك اصاحبي، ترامب راهم يترجموا له راه عنده دوك يدويش شو 5 and 5 تسمعها فوقورن. غير خلينا منك الله يرحم الشيبانيه، خلينا نقي في البوراك رانا حاصلين عنبوك. من بعد خويا، من بعد انا ما نقعدش معاكم خويا. فتحنا لايف زبانه نجو نقصروا عندك شويه. حياة الله زبانه. من بعد فتح لنا لايف نجو نجمعوا شويه. عاودي جمعني حال خيمه الخن. دير لنا مذكرات ابن خلدون. تا خويا حمد اللايف تاعك تا خويا دريس، تهلا في راس صاحبي. تهلا زبانه، تهلا ربي يحفظك. صحيح دريس روح صلي كش ما يغفر لك ربي، راك ديت ذنوب بزاف ربي يهديك. اش راك ديت نورمالمون واي. اسمعني دريس، نورمالمون يحلوا لك الكعبه تصلي داخل فيها ولا قبل منك. راك مشيبنا اوج الويل، راك مشيبنا. ايات الله في راسك. السلام عليكم، ليله سعيده. تهلا زبانه، تهلا ربي يحفظك زبانه. بارك الله فيك زبانه. صحيت. هيا كمل سيدي احمد كمل. هيا احنا رانا نترقبوا دروك الموعد يعني انتهاء الحرب بعد ظهور يعني اسلحه استراتيجيه لايران، ظهور يعني عده يعني منظمات، حتى يعني هناك يعني قرصنه للطائرات المسيره الاسرائيليه وتهبط يعني بكل هدوء، فهمني. هناك يعني عمليه قرصنه. لهذا انا نظن الحرب هذه الامد تاعها طويل، يعني هذا عقائديا هذا الفرس ما يقدروش يستغنوا على الحروب، يعني لازم لهم 20 سنه 30 سنه من الراحه ويعاودوا يولوا الحروب. رانا شفنا هذه ايران ما عندهاش بزاف من اللي خرجت في الحرب مع العراق سنه 1988 اللي راح ضحيتها حوالي 3 ملايين نسمه في حرب اباده انا نسميها الحرب العراقيه الايرانيه. وهذا الفرس من بكري يعني التاريخ تاعهم من بكري يعني ما يقدروش يصبروا على الحروب. ورانا شفنا يعني واش دخلت حتى في باكستان هم فارسيين في باكستان، وشفنا الهجوم اللي كان البارح امس على السفاره الامريكيه في باكستان من طرف المواطنين الباكستان الموالين الى ايران. لهذا انا نظن ايران ليست يعني بلقمه سهله بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، ونعطيك يعني التاريخ وبالدليل أن الولايات المتحده الامريكيه انهزمت في الصومال شر هزيمه سنه 1993. صح. فهمني؟ لانه هو يعني نقول لك حاجه، يعني اقوى الجيوش واقوى الفيالق تاع الولايات المتحده الامريكيه هو اللي انهزم في الصومال. لهذا ما بالك يعني في الحرب الاستراتيجيه تتفوق الولايات المتحده الامريكيه، بس اذا يعني شن هناك هجوم بري ما نظنش باللي يعني تنجح، لان يعني كامل الحروب البريه خسرت فيهم الولايات المتحده الامريكيه، وشفنا في الصومال، شفنا في كابول، في افغانستان. لهذا الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل يتجنبان الدخول في حرب بريه مع ايران. صح. اليوم الحرب تقريبا شحال توقع تدوم هذه الحرب هذه نورمالمون؟ شحال انا الحرب هذه اليوم رانا اليوم نورمالمون من المفروض اليوم كاين يعني ربما مفاوضات، وربما كاين مفاوضات لوقف اطلاق النار يعني في سريه تامه، فهمني، في سريه تامه. لان ما جرى اليوم من يعني ظهور معدات اربكت الكيان الصهيوني، وما جرى في الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الشيوخ من سخريه على ترامب بنفسه لما يعني وجه له وزير خارجيته كلاما ثقيلا وقال بالحرف الواحد: انت مأمور، عبد المأمور من اسرائيل.
وهذا كلام خطير. اصبر معنا مدام اللايف راهو تاع لي زالجيريان اكتويلمون. سي بن شوقي لا سي بن زهره الا بغيتي تطلع معنا وهذا مرحبا بك. نخليو اللايف راه لي زالجيريان. تفضل سي احمد، تفضل الى عندك ما تضيف. فهمتني؟ هذا انا نظن والله العظيم. شوف احنا انا كجزائري ولا يعني كافريقي كمواطن افريقي ما عندي ما نخسر في الحرب هذه، ماني خاسر والو. انا راني نتفرج وراني نشوف الجغمه تاع البترول والغاز كي راهي طالعه وهابطه. الامور راهي غاديه طالعه نورمالمون، راهي طالعه الحمد لله. يا ربي مصائب قوم عند قوم فوائد. الله لا يجعلها تخلص هذا الحرب كاع ان شاء الله. البترول يلحق 250 دولار البرميل والغاز يلحق 300%. فهمت؟ لهذا راني فرحان. انا راني فرحان. واه والله هذه حاجه باينه. لا راني فرحان انا اخويا، راني فرحان الحمد لله. الجغمه راهي تلحق 90 95 غدوه بالك تصبح 100 110 دولار البرميل. شحال راهي واصله اليوم؟ البارح خليتها في 82. شحال راهي واصله اليوم؟ 90. اليوم راهي في 88 دولار. الاغلاق التداول تاع الشيء هذه في 88 دولار. والله يبارك الله يبارك الله يبارك. فهمتني؟ ان شاء الله يعني واحد 3 ايام 4 ايام ولو كان يبقى المضيق مغلوق هكذا تلحق واحد 100 110. هما شوف قالوا الا مويان راهي توصل ل 120 بلافون تاعها. ان شاء الله يلحق ل 160 147 كيما حرب العراق. فالحرب تاع العراق لحق 147 دولار للبرميل. وهذيك في 2003. وهذيك هي الطوب ديال البحبوحه في الجزائر. هذيك هي الطب تاع البحبوحه وحنا رانا باغيين نولوا ذيك البحبوحه هذيك. ربي يسهل لكم ان شاء الله، ربي يسهل لكم. انا عيطت انايا الساعه راني ضربت التليفون للحوثي قلت له هيا بالله باب المندب هذاك زيد زير شويه. فهمت ادريس؟ السلام عليكم. احمد دقيقه برك دقيقه والله دقيقه اخويا. احمد دقيقه اخويا برك لا بغينا نشريو الملح، انت بغينا نكثروا الملح. دير لنا ازمه برك نجيب لنا شويه ملح. جيب لنا شويه ملح برك يا احمد. اصبر دريس والله غير سؤال موجه ليك. كيفاش يعني كانت القراءه تاعك للموقف الاسباني؟ الاسباني من ناحيه ايش؟ من ناحيه يعني عدم قبوله استعمال مطاراته من طرف الولايات المتحده الامريكيه او حتى يعني موانئه من اجل التزويد بالكربون تاعهم كيما نقولوا حنايا. ولكن راه دونالد ترامب دار تغريده قال لهم ما نسحقوكمش كاع وقادرين اننا نهبطوا في المطارات تاعكم بلا اذنكم بلا مزيتكم كاع. هو يقول هكذاك بصح ما يقدرش يهبط. علاه؟ ما يقدرش يهبط. مملكه عندها سياده وعندها قوه، عندها وزن في اوروبا. وعماش كانت السياده وعماش كان قانون دولي وعماش كان القوه تتكلم حبيبي. القوه تتكلم. يا ودي اسمع شو نعطيك حاجه. اذا كانت تتكلم القوه، هذه القوه اللي راك تهضر عليها تتكلم القوه. الهيمنه اليوم صح راهي للولايات المتحده الامريكيه ورانا نقولوا باللي يعني هي اقوى يعني دوله في العالم وعندها كذا. اليوم رانا نشوفوا فيها راهي تذل وتهان الولايات المتحده الامريكيه في بلاد الفرس. تهان؟ ايه راهي تهان تذل. اللي قال لك يعني عده ساعات الحرب هذه ما عليها الا عده ساعات نغلقها. اها ايه يا اخي كان يهدر ترامب ويقول ساعات واغلق الملف تاع ايران. ما هي الا ساعات. احمد عندك مشكل انت مع دونالد ترامب ولا كيفاه؟ ما عنديش مشكل معاه انايا، لا عندي مشكل معاه انايا. دونالد ترامب مش رئيسي انايا. انا ما يمثلنيش دونالد ترامب. انا يمثل اللحاسه هذوك اللي يلحسوا الاوروبا ويلحسوا الامريكان. صح فهمت دابا فهمت. انا نلحس لبلادي. انا نقول لك فيف لالجيري وفيف لافريك. فيف لالجيري والله هذه صح. وفيف لافريك ثاني كذا. انا مواطن افريقي. صح. خليك معنا احمد. نمشيو عند رؤوف. رؤوف تفضل يا رؤوف ونرحبوا بالسي شوقي. تفضل يا رؤوف. يزيد تفضل كادريس. مرحبا. انا راني فرحان ادريس. مالف تعيرنا بالملح. طلع البترول كش ما نجيبوا شويه ملح ادريس خويا. والله العظيم رحمه من عند ربي. يما على دريس. اسمع واش عجبني واحد المغربي قال لهم احنا رانا اخترنا احسن عدو. قال ليه نهار كامل يسبوا فينا ونسبوا فيهم الجزائريه، هم يسبونا وحنا نسبوهم. لا سيروخ طاح عندنا لا سيروخ طاح عندهم. رحمه من عند ربي. يما خويتي
هاي اسمع، نسبوا بعضنا، اسمع خلي نسبوا بعضنا هيك في مواقع التواصل الاجتماعي، نضحكوا مع بعضنا، نقلقوا مع بعضنا، صواريخ ما كانش، الحمد لله يا ربي. نعمه ولا لا ادريس؟ والله لا نعمه الحمد لله. هي اضحك برك على واك حكمها. خليك اسمع. معنا رؤوف نسمعوا صوفاجه نبغوا نسمعوا رايك انت بريمو. مازال عندك كاش حاجه تزيدها ولا صح رؤوف؟ معليش اروح صوفاجه. يا اخوي ادريس صحة فطورك. واش راك لاباس؟ صح فطورك؟ والله غير لاباس الحمد لله، راكم لاباس؟ والله لا في نعمه ولله الحمد. مرحبا. الله يعيشك. واش دريس فقت على تبون قال بلي الناتج الخام 2026 $400 مليون. 4000 مليار 400 مليار ماشي 400 مليار. 400 مليار دولار. وهذه نورمالمون انت طونك يعني كالجيريان راك كي نقولوا راك رايح انك تامن بها نورمال صح؟ وش رايك مع الاحداث؟ صعود اسعار تاع البترول. يعني تبون كان يتنبأ بالحروب سي بور سولا قراءة صحيحة دريس. هذه عندك هذه والله تسجلها لك بسميتك هذه هاي. لا ما كاينش هكذا خويا، بس على الاقتصاد تاع البترول اقتصاد ريعي، هما والسياحه راه اقتصاد ريعي موش ثابت. بصح الاحداث تتحكم في الاسعار واحداث. لا خويا هذا انا ما نوافقكش فيه باش ما دام اقتصاد ريعي ماهوش ثابت كيما السياحه. اليوم ابو ظبي كانت دبي يعني السواح والدنيا زاهيه والدراهم يدخلوا كاع. اليوم ابو ظبي طاحوا فيها جوج شوارخ الناس هربت. وراي السياحه اللي راهي في ابو ظبي ما كاش 0 درهم، ما كاش مداخل. لهذا ما تبنيش على الاقتصاد الريعي، الا بني على الاقتصاد الثابت. لا مش غير على البترول، هو التوقع تاعو مش غير على البترول في شتى مجالات. ولكن هذا الا سامحني على المقاطعه. وانت بنظرك انت اسكو راك اكتوالمون راك في واحد 276 شي حاجه كيما هاك، راك باغي تزيد 120 مليار نورمالمون. نعم قفزه دريس، وراح تتحقق باذن الله. من بيع المحروقات. لا شتى المجالات، لكن المحروقات راح تساهم بشكل كبير. فيها غرج بلاد فيها ياسر حوايج. صعود المحروقات راح تساهم بشكل كبير. والغاز لهذا الرقم باذن الله راح نوصلوا له. يعني التبون كان عنده صح. والله لا انا حبيت نقول حاجه دريس، مبارك للشعب المغربي والشعب الجزائري. عندك الحصه صوفاجه. دقيقه برك اسمع فيا دريس. اتفضل. انا حبيت نبارك الشعب المغربي والشعب الجزائري لخاطر تجنبنا مشروع الحرب في المنطقه. الحمد لله يا ربي. الناس اللي كانت تدعو للحرب في المنطقه، الحرب راهي عندهم، اللهم لا شماتة خاوتنا مسلمين، بصح في يوم ما هذا الناس كانوا يتآمروا باه توقع المنطقه في الحرب. انا مبارك للشعب المغربي ومبارك للشعب الجزائري. يعني واللي خلى هذا الشيء يصرى هو فتنه وحنكه الجزائر. الحمد لله. احنا كاع اوني با كونسيرني زعما ولا كيفاه؟ لا انتوما دريس انت راك مأمن يعني باللي كانت كاينه يعني حرب بين المغرب والجزائر عمرها ما كانت حرب بوغاد عمرها مع السلام. ما كانش كاين حرب. كانت ناس تسعى للحرب بين المغرب والجزائر. والمغرب للاسف كان في حضن هذا الناس ولعب ادوار سيئه، واحنا بحنكه الجزائر والحمد لله مكننا المنطقه من عدم وجود الحرب، نقلنا الصراع الى الطرف الاخر. بون يعني المهم انت راك غير ترمي كلامي، انا نقدر نقول لك ديريكتومون. انت راك تقول بان الامارات مثلا بغات دير الحرب هنا وانتم نقلتوها للخليج صح؟ دول وكلاء دريس، الامارات، تركيا، السعوديه، قطر، كلهم كانوا. وامريكا الان دريس راهي في طريقه لانهاء الدول الوكلاء. خلاص سياسه الوكيل انتهت. لهذا ترى اليوم الامارات
وترى انكماشهم داخل بلدانهم. هما التركيبه نتاعهم ادريس دول وكلاء. امريكا تحميلهم بلدانهم وهما يتآمروا خارج بلدانهم. اليوم لما الحرب تكون داخل بلدانهم راح ينكمشوا راح ينغمسوا في بلدانهم وتطفى الفتن اللي كانت خارج بلدانهم. هذا هو انكماش دول وكلاء. وسلم لي على الدعم دريس، للاسف اللي كان يجيكم من الخليج راح ينكمش حتى هو. وشحال راه يجينا الدعم حنا نورمالمون؟ كاين بزاف دعم دريس يجيكم من دول الخليج. تخيل انت وانت تتخيل ما انت تديش المغرب دعم من الخليج وانت ما تديش دعم من الخليج. احنا الى دينا دعم دريس، احنا اللي خليناهم يمدونا دعم. لكن انت محتم الله غالب، انت عندك ديون، انت مربوط، انت مكبل. انا مانيش مكبل دريس. انا كي نحب انا نعطيه خليه يدعمني. مثلا تركيا، نحن الجزائر من تركت تركيا تستثمر لكي لا تتآمر عليه. خلي الاستثمار. انا نهضر على الدعم، على الهبات. الدعم هو عبارة على استثمارات. مثلا استثمارات اللي صارت في الموانئ، بناء الموانئ. منين الدعم تاعها ادريس؟ من دول من الامارات. مثلا شراء السعوديه. اصبر صوفها. السعوديه كي جات بنات مستشفى ديال السرطان، هذا استثمار. هذه هبه سعوديه للجزائر. هبه هذيك هبه. صحيح. يعني احنا في الهوا سوا. الا كنا نطلبوا راكم طلبوا معانا. يعني كي شغل رانا كيف. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ادريس. ورحمه الله وبركاته. افريقيا كل في الموت. راه قلت سلام اخويا، خلينا نهضروا. انا قلت سلام. السلام عليكم. مرحبا دقيقه ونهبط انا. لا مجال للمقارنه سي ادريس، لانك هذه 4 أيام او 5 أيام راهي عندنا المداخله تاعك. كنت عند هذيك الانثى اللي هي ماريا وقلت كلام، ولكن للأسف هذاك الكلام ما ينطبقش على الوضع في المغرب، لأن أقل من شهرين كانت عندك. عاود لنا الأستاذ الكلام وقول لنا النقيض تاعو. أنت قلت باللغة الأرقام الاقتصاد، الفرق بين الاقتصاد الجزائري والمغربي، وجبت أرقام وكذا إلى آخره. أنت كانت عندك أزمة وما تبناها لكش، اللي هي خروج أغلب الشباب للشارع المغربي. لهذا أستاذ عاشت الأمة الجزائرية. ربي يحفظك. دابا حنا مثلا كي نمشيو الفان ديال 2025 ونقول لك أنت كجزائري شحال إيرادات المغرب وشحال إيرادات الجزائر، تقدر تجاوب على السؤال باش نعرفوا؟ أنت قلت قضية في أمور مثال الصحة، أنت أحسن من الجزائر. اسمع يا أخي، كاين فيديوهات أغلب الشعب المغربي يبكي في الفيديوهات ويشتكي من الصحة والتعليم وكذا. أمريكان وفي اليابان. أستاذ رانا عندك راك تقاطع فينا. السلام عليكم. شكرا. صح اقعد تقاطع فينا، اقعد هضر اللي هضرتك. احنا رانا ضياف عندك، رانا ضياف عندك وانت تقاطع فينا. ما فهمتش انا. مازال ما قلت جملة واحدة. انا راك تقاطع. روح خذ الكلمة ديالك كاملة ومن بعد الرد عليك. هذه انت ربي يعطيك لايف راك جبار فيه، وما بالك يعطوك دولة. لا هاهم الناس كانوا يهضروا هنا. فين قاطعت انا شي واحد؟ الناس راهم لا ما خليتيش تهضر. شكون راك قلت حوايج ماهمش كاينين. من سمعوك الدليل قاطع ان شعبك خرج يا عبد الله. شعبك خرج ونادى ومازال ما نتمنى لكش يخرج، ولكن المعطيات يزيد يخرج. اسمع اخويا اسمع، كاين امور ما تقدلهاش ما قديتلهاش. والاخ انا عطاك الدليل قاطع. الدعم الدول الخليج يزيد ينقطع عليك، اللي هي المصيبه الكبيره. انا قال لك الغنيه وتبغي الهديه. لا جاتني السعوديه وعطاتني انا بنات لي مسجد ولا بنات لي مستشفى، يا الغنيه ويبغي الهديه. واحد غني ويبغي الهديه. انا لا جاتني ما نحبسهاش، هذه هبه. ولكن امور الواقع ما نفوتوش مغالطات. خاصة تم تكمل المداخله تاعك وتنزل. كاين ناس في المستوى يراقبوك ويبقاو يقولوا سبحان الله. احنا ماشي دكاتره، رغم ان كلمه دكتور اصبحت في التيك توك مثل لا داعي ما نكملش، اصبحت من هب ودب دكتور. لهذا اقول لك يا اخي، احنا ولا شماته. شو الاخ قال كلمه عظيمه والعظمه لله. تجنبنا الحرب في المنطقه. هذا انتصار، وانت خليته يمر مرور الكرام.
ضحكت ما فرحت ما قلت والو. شوف الازمه كانت توقع، ربي انقلب السحر على الساحر. هذه حقيقه. ناس دويلات من يحكمها اكبر منها دارت حاله في العرب صاحبي على الشيطان. هذه بلاد خبيثه. هذيك الامارات دارت امور شيطانيه اكبر من الشيطان صاحبي. على الشيطان مالك صاحبي. هذه اللي يحكمها اللي كان يحكمها في 71 اكبر من هذه الدوله. لا ما تجاوزش على الرموز لا انا قالوا لي انا عايروا لي الشهداء وراني نهضر. لا يعيروك شهداء تمشي لهم. لا ماشي ما كان رموز لا والو. لا شوف هذيك قالت لي هذيك البلاد من بين الدول اللي دفعت الثمن غالي من اجل هذه الدوله. 10 سنين حرب اهليه في الجزائر من اسباب هذه الدوله. هذه الدوله ما كيسموها هذه هي احد اسباب اللي دفعنا الثمن. صح حقيقه. خلينا نجاوبوك على جوج النقاط بعدا باش نمشيو معاك حبه. راني ندير ميت يا ربي يحفظك. اولا سور لو بلون كاقتصاد ديال الدوله، انا ادرى باقتصادك اكثر منك وربما اكثر من الاخوه كاملين الجزائريين المتواجدين في هذا الكاست. اولا كي تقول انت عندك اقتصاد، انت منذ تاسيس الدوله لم تنجح في بناء اقتصاد. من هذه حقيقه لازمك تقبلها. انت 90% ديال صادراتك عباره عن محروقات. رئيسك البارح قال لك رانا الله وصلنا ل 5 مليارات خارج المحروقات. هذا ما عندك. خارج المحروقات راك عندك 5 ملاير. 5 ملاير كي تقول كي شغل راك مديتي بوفوار. لا مساعدك ماشي 5 ملاير، 17 مليار دولار خارج المحروقات. 17 مليار. بارك الله فيك. بارك الله فيك احمد. نعم صح. خليني نكمل دقيقه. حاجه دريس برك صح حاجه برك دريس. الجزائر معتمده على استراتيجيه هي الامن الغذائي قبل التصدير. احنا لما نوصلوا نحققوا الاكتفاء الذاتي نتحولوا للتصدير يا سوفاج. لهذا لا تجد خليك في الامن الغذائي. انت كي تستورد 2.5 مليار دولار عباره عن حليب من اوغندا، وتستورد اللحوم الحمراء من البرازيل، وتستورد الاكباش من اوكرانيا، وخامس مره راك دير مارشي باش تشري القمح. بالله عليك انت اعطيني اين تتجلى 36 ادريس والملح نقول له الملح ما تنساليش الملح برك. في المقابل في ظل هذه الاشياء نستورد في هذه الاشياء، في ظل هذه الاشياء كاين منظومه تخدم لتحقيق الاكتفاء الذاتي. كاين ميزان. انت راك تنتج 36 مليار، انت راك تنتج 36 مليار ومع ذلك تستورد كل شيء من برا. لا ما نستوردوش. هذه اللي عطاك المعلومه هذه دريس غلط والله يا دريس. نديك لي سوبر ماركت. شوف نديك لي سوبيرات ندخل انا وياك الحانوت مواد غذائيه. يا تبون قال لك لقد عجزنا في الاكتفاء على مستوى. نعم. ايه صح الحقيقه هذه لان عندنا خلل في مشكل اللحوم. يا سيد الرئيس قالها وعنده جرأة. فشلنا الحليب شحال راك تستورد؟ 2 مليار راك سينيتي كونطرا مع معليش دريس اسمع معليش صح الاقتصاد لا ينبني على الحليب واللحم برك دريس. اصبر نعطيك اصبر عشاء عندي الكلمه انايا. اعطوني دقيقه ربي يحفظكم. تبتزنا وتقولنا صح. لا مانيش نمتزك انا، راه عطيتيني الكلمه وقاطعني سوفاج. انايا ما هي صدر مايك. شوف انت كي تقول بانك عندك ثالث اقوى اقتصاد في افريقيا، هذه هي اكبر كذبه انطلت عليكم انتم كاملين كجزائريين. وسمحوا لي نعطيكم الدليل. انت كي تقول البي بي ديالي انا كدوله جزائريه، راك انت اكطوالمون راك عندك 14,000 مليار دينار جزائري. 14,000 مليار دينار جزائري. هنا الجزائر واش دارت واحد الخطه خبيثه داروها بزاف ديال الدول وعلى راسهم ايطاليا ملي بغات تلتحق بالاتحاد الاوروبي، هو انك على مستوى تسعير العمله المحليه كديرها. انا نعطيك واحد ليكزومبل سوفاج. ما تحتاج اكطوالمون انك كاع تزيد في الخدمات ولا تزيد في لي ديبونس بوبليك ولا تزيد باش تطلع 400 مليار. سهله. دير قرار بان كل دولار كيساوي 80 دينار جزائري، اوتوماتيكمون البي بي توشي 400. سهله. علاش؟ لانك انت كي تقول انا دوله جزائريه عندي 14,000 مليار دينار جزائري كناتج قومي ولا ناتج داخلي خام. لكن هنا فين كيوقع الخطا؟ هو انك كتقسم على 150 اللي هي فالور فيرتويال محكومه اداريا،
وانت في الاصل خاصك تقسم على 300 اللي هي لا فالور ريال ديال الدينار الجزائري، لانك الا قسمتي البي بي ديالك على لا فالور ريال ديال الدينار الجزائري راح يولي البي بي عندك 164 مليار، نوليو حنا احسن منك. دريس الله يجازيك 30 معادله ثانيه. خاطئه دريس. خليني نناقشوا خويا احمد 30 ثانيه ونهبط. احمد الله يجازيك 30 ثانيه ونهبط. فضل. شوف دريس، كل ما قلته في التيك توك يسحب، لأنك للأسف رحت مع الناس الأميين ويدعون أنهم دكاترة في قضية غار جبيلات. حدث ولا حرج، كارثة درتها لعمرك. كل مستوى اللي كان عندك سقط، لأنك ما كاينش غير جبيلات. لا 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 كذبتم وكذا إلى آخره، لا داعي للكلام. وأنا أقول لك أنا أحد مواطن جزائري من عين المكان، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان كما أنت يأمن بهذه الأكذوبة والمغالطة. السلام عليكم وبارك الله فيكم. ربي يحفظك، صحيت، وشكرا لك على المساحة. ربي يحفظك. الأمة الجزائرية عاشت الأمة الجزائرية. سامحني دقيقة دريس، كي يتكلم دريس والله دقيقة برك ربي يبارك فيكم. كي يتكلم الأخ درك هذا الجزائري وقال على غار جبيلات، يا هل ترى الجزائر قاعدة تخرج في الحديد هذه وحدها؟ ما أخي معاه شركاء. لاشين راح يجي، لاشين مشاركة الجزائر ولا لا في البروجي هذا؟ صح. واش رايك يعني لاشين اغبياء يجيو يشاركوك في بروجي خسر فيه دريس؟ هما غادي يردوا فلاسهم وانت ما غادي تصور حتى ريال. لا مستحيل تجي تشارك. كيفاش نجي نخدم نشري انا وياك حاجه، نجي نشاركك انا وياك، نتشارك انا وياك ادريس. على انت يا ادريس يا ادريس، شراكه يا ادريس، ما نغطوا الشمس بالغرباله ادريس. شوف ادريس، شراكه نجي نتشارك انا وياك، نحلوا حانوت ولا نحلوا حاجه. الخساره الا راح تطيح علينا في زوج، والربح اللي راح يطيح علينا في زوج. صحيح ولا راني غلط؟ صح. ان الله لا يستحي منها. لاشين بالعلم اللي عند لاشين، واحد في 6 سنين اخويا يلزم التليفون اللي راك هازو وقاعد تخدم به هنا. رؤوف ما عندكش كونيكسيون. رؤوف مستحيل ادريس خويا، ما عندكش كونيكسيون. رؤوف ما عندكش كونيكسيون. بدل البلاصه وخلينا نسمعوا. والله مش ما يسمعليش. ندير الشراكة الصينية دقيقة نعطي الحق الله أحمد. الشراكة الصينية الجزائرية تضمن نقل التكنولوجيا دريس. ما تاخذهاش تكنولوجيا، ما تاخذهاش والله، ما تديها. صدقني انها تتضمن نقل التكنولوجيا، توطين والله ما تديها. لا تكنولوجي لا تكنولوجي. اوضاع اسمح لي شنو احمد اسمح لي دقيقه برك. هذه برك ونعطيك في مجالي نقول لي التكنولوجيا في الحديد انا من السبعينات القرن الماضي وانا نخرج فيه وندوب فيه في الحجار. لا التصنيع التصنيع تاع الحديد من السبعينات وانا نخدم في الحجار. الجزائر مش راح تخرج الحديد، الجزائر مش راح تخرج الحديد وتصدروا خام. الجزائر راح تخرج الحديد وراح كما نقولوا تحولوا صناعة تحويلية. تبغوا الحقيقة الكاملة هو لو كان الرباح في الحديد المتواجد في تندوف ما تخليش لكم فرنسا. يا ودي ادريس انت تقول هذه المعادله راهي في راسك. واش كان نقول لك حاجه؟ شوف دريس خويا والله العظيم والله انا اسمح لي خويا خليني نهضر يا رؤوف. انا الناس كذبتهم واش علاه كي ولا انت يهضر لك يعني منار السليمي. انا عندنا يعني المنصب تاع منار السليمي، وعندنا واحد يعني كما هو في نفس المنصب في الجزائر اللي هو اللواء مجاهد. انت يعني كاش نهار شت اللواء مجاهد يهضر على المغرب نفس المنصب. واش دخلني انا فيه نورمالمون؟ اصلا نهضر معك نهار اللي قال اللي هذا منار السليمي يعني اللي راه دكتور وراه قدوه. خلينا من منار السليمي سي احمد. انا دويت لك على انا دويت لك على البي بي ديال الجزائر، قلتي لي حبس انا نشرح لك. نهضر لك على البي بي. انا الشيء اللي دايرته الجزائر، شوف الشيء اللي دايرته الجزائر في المغرب ما تقدرش ديرو. وانا نقول لك باللي انا ضد فكره الدعم. 19 مليار دولار اللي دعمها الجزائر يعني كميزانيه دعم للمواد الاساسيه، انا والله العظيم غير ضدها. انا نقول لك ليه ضدها. فهمني؟ صحيح. واش علاه؟ واش هذيك الميزانيه كاين الاغنياء راهم يستفادوا منها. كاين الناس اللي عنده الوف الملايير
يشري السكر كيما تشريه انت، ويشري الزيت كيما تشريه انت، فهمني؟ لازم نديروا التقييس باش نرفعوا القيمه النقديه، حنا كيما نقول لك البي بي، هذا الناتج الدخل القومي اللي راه يتراوح بين 260 ولا 270 مليار دولار، اللي نقول لك يعني القيمه الحقيقيه او السوق الحقيقيه، انت ما ديرهاش بالسوق السوداء. باش السوق السوداء لو كانت عندنا احنا في الجزائر مكاتب بالصرف استنى خليني نهضر معاك، لو كانت عندنا يعني مكاتب الصرف في الجزائر، هل يكون كاين الساكوار؟ يا ما تقدرش دير مكاتب صرف انت في الجزائر. انا نقدر ندير، علاه نقول لك ليا ما ديرهاش سينا بالو دروا. انا نعطيك صبر حبيبي. دريس ارجع نقول لك، تعرف القيمه المتداوله في السوق السوداء تاع شحال كاين من مليار دولار ولا ما تعرفهاش؟ اي بالك واحد 10 مليار ديال الدولار ولا 20 مليار. نعطيك معلومه رسميه وهذه بخبراء اقتصاديين، كاين 91 مليار دولار تدور في السوق السوداء، اكثر من خزينه الدوله، اكثر من احتياط الصرف تاع الدوله. 91 مليار، وهذه كارثه. انا بالنسبه لي شوف انا مواطن جزائري، بس انا نهضر لك الحقيقه. انا ما نكذبش عليك، انا ما نكذب عليك، ما تلقاني كذا. انا شو كاين امورات ضدهم وكاين امورات نجيب معاهم، ولكن كيفاش ننعشوا الاقتصاد، كيفاش نحولوا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد ثابت، انا هذا اللي كنت نخدم عليه ونعمل عليه دائما، نحاور فيه. انا ضد الاقتصادات الريعيه سواء في السياحه او في البترول والغاز. النتيجه سيدي حميد وين راه النتيجه نورمال؟ واش هي النتيجه اللي عندك؟ انا نعطيك النتيجه. احمد ارجع انا نسقسيك بين نسقسيك انت قلت بلي من السبعينات، وانت في الحجار. لا غير باش ما تهربلكش الفكره. من السبعينات وانت فوقاش خرجت لانتريز لا انا قلت لك من السبعينات وحنا نخرجوا في التراب الحجار. واخا الهنوده اللي قبضوا الحجار. الهنوده قبضوه غير هنا عنده 10 سنين ملي قبضوه. استنى صاحبي وراني عارف الهنوده اللي قبضوا الهنوده. خلينا صاحبي غير نسقسيك يا صاحبي، بغيت نسقسيك يا صاحبي، بغيت غير نسقسيك. الهنوده اللي قبضوا الحجار من 99 ل 2006 شاش راه؟ في 99 ما قبضوش في 99، في 2003 قبضوا 69 ل 2006 صاحبي. لا من 2003 حتى ل 2009 زيد من 2003 ولا حتى ل 2009 شا داروا فيه؟ قول لي. ما داروا والو. اسمع شوف نعطيك حاجه نفهمك هنايا باش تفهمني. الحجار عنده خلل يعني استراتيجي وحده، ما تقدرش هذاك يضمن السياده الوطنيه. المصانع ذات السياده الوطنيه اللي خلاهم الرئيس الراحل هواري بومدين، من المفروض كانوا ما يتوشاوش وما يدخلوش في قطاع الشراكه ولا في الاستثمار، ما تقدرش تستثمر فيهم. كاين ناس غايورين على الاوطان تاعهم باش يكون في علمك. كاين ناس اشرح لنا كي قبضوها من 2003 ل 2009 شاسره. قلنا شاسره ما تقاطعنيش. قلنا شاسره ما نقاطعك ان شاء الله. انا نسكت. ما تقاطعنيش خويا، انا ما قاطعتكش كي تلحق لك الدور ومن بعد دوي على روحك. هذوك اللي عندنا الدور، حنا عندنا مداخلات حنا بالدور، رانا نديو نجيبوه في الهضره عادي. يسولك سقسي حتى انت نورمال. على انت قاطعتيني انا كتعدي المداخله، قاطعتيني انت، عطيناك الكلمه. واش بيك يا احمد؟ ادريس انت صاحب اللايف وانا راني ضيف عندك، وهذو كاع ضيوف. مرحبا بك ومرحبا. كاش ما خسرنا ليك ولا كاش حاجه؟ ما رانا نتكلموا بواقعيه. شوف نعطيك حاجه دريس. نهار اللي تبني اقتصاد قوي ويكون عندك اقتصاد بديل، ماهوش اقتصاد ريعي. مثل السياحه هو اقتصاد ريعي، مثل يعني المحروقات هو اقتصاد ريعي، باش يكون يتقلب مع التحولات الجيوستراتيجيه في البلاد. وانت شنو هو الاقتصاد البديل عندك في الجزائر؟ انا بالنسبه لي ندرس تاريخ الجزائر القديم، اللي هي يعني كانت يعني الجزائر هي سله اوروبا في المواد الغذائيه، في المواد الفلاحيه. لهذا انا لا بديل. شنو على بالنا بها هذه؟ على بالك بها؟ ما انا نعطيك حاجه. اليوم المواطن الجزائري او الشعب الجزائري راه مجبور باش يرجع للقطاع الفلاحي، وما نستغناوش عن القطاع الفلاحي، لانه عندنا هناك يعني حوالي 36 مليون هكتار اراضي خصبه. الفلاحه الصحراويه ربما اللي هي راهي كما يقول لك واحد الحاجه راهي ترفع القيمه تاع الصادرات، ولكن لازم نروحوا فيها يعني عقلانيه، ما نديروش يعني هذيك الهمجيه تاع قال الناس غرست الثوم نغرشوا كاع الثوم، فهمني؟
راه كاين الامورات لازم نكونوا نقنوا شي صوالح اللي نقدروا نخرجوا بهم، لانه هذه البلاد وانا هضرتها ونعاودها، لا بديل في الجزائر في الاقتصاد تاعها عن القطاع الفلاحي، ما كاش بديل. انت فشلت في القطاع الصناعي، انا فشلت في القطاع الصناعي مثالا، نروح للقطاع الفلاحي اللي هو يضمن لي السياده الكامله، نامن الغذاء تاعي ونامن بعض غذاء الدول المجاوره ليا، فهمني؟ كي يكون عندي استيراد نصدر في القطاع الفلاحي مثل البطاطا مثل البصله مثل الثوم مثل كذا مثل كذا، انا هنايا نضمن المداخيل تاعي، والحمد لله يا ربي عندنا اراضي خصبه، عندنا اراضي شاسعه. اليوم الهكتار تاع القمح في الجزائر راه يجيب في الصحراء حتى ل 90 100 120 قنطار في الهكتار، وهذه يعني في المستقبل ياك السي احمد ياك مستقبلا هادشي مستقبلا. عندي واحد السؤال الله يجازيك بخير، عندي والله الا 1% في التليفون غادي غير بغيت نسولك اسيدي احمد. قلتي 91 مليار دولار اللي كتسيركولي في السكوار ياك في العام ياك اسي احمد؟ واخا اش كديروا بها بالسلامه هذه؟ فاش كتستعمل هذا السكوار اللي كيشري الدولار اش كيدير به؟ كاين الناس يروحوا يشروا صوالح، يشروا سيارات، يشروا كذا كاين دراهم كتامبورطيو. وكيفاش درتوا لو انتم البلاد كلها كتامبورتي 45 مليار دولار وكتشريو 91 مليار دولار، شنو كتشيطوا الدولار اش كديروا به؟ كيفاش تامبورتي؟ كيفاش نستوردوا الصادرات ولا؟ شوف الدوله كامله البلاد كلها ياك، ماشي الدوله، البلاد ملي كنقول البلاد يعني جميع الشركات اللي في البلاد ديالك بما فيهم الدوله ديالك كتامبورتي واحد 45 مليار دولار في العام. ما تلحقش 45 مليار دولار في العام، ما تلحقش. عندك 45 واخا باش 40 اسيدي 40 مزيانه مزيانه. فين مشات اخويا 50 مليار دولار؟ فين مشات 50 مليار دولار؟ الشعب اللي عند الدوله الدوله راهي عندها ول الدراهم بلاتي اخويا احمد ولا عند الشعب. الا افترضنا ان جميع لي زامبورطاسيون كيديروا في الدوله السكوار راه الشعب. اييه ولكن اش كيديروا بديك الدولار؟ اش كيديروا به؟ ولا الاورو؟ راه داشو راه مخبيه في دارو 91 مليار دولار. ماشي اسمع كثار من هذاك وكثار باللي كي نفهم مع الانسان. شوف سي احمد، شوف ارجع لي النقطه اللي هضرت عليها انا، باسكو قلت لك انا بان الجزائر البي بي ديالها الحقيقي هو 14,000 مليار دينار جزائري. انت غلط خويا، غلط 270,000 مليار دينار جزائري. غلط لو بي بي تاعنا 247 مليار دولار. يا راني ندوي بالدينار، دوي لي بالدولار. انا البي بي تحسب بالدولار ما يتحسبش بالدينار. بلاتي الناتج الدخل القومي تحسب بالدولار. وخليني نكمل الجمله سيدي احمد. انتم واش كديروا؟ انتم شديتوا البي بي ديالكم حسبتوه بالدينار الجزائري، شحال راه خرج 14,000 مليار دينار جزائري. هنا وين كانت الخدمه؟ باسكو لا فالور ديال الدينار الجزائري عندكم كي تقول شغل هي اداريا، كي شغل ما عندها حتى شي علاقه بالميزان التجاري ولا صادرات وواردات ولا قوه الاقتصاد، ولا ما عندها حتى علاقه. الدوله الجزائريه دارت الدعم كي تسمى الدعم المطلق، اي انها فيكساتها في 150. باسكو انت نورمالمون كي تروح تشد دينار جزائري ودير لي التعويم مثلا طرحه في السوق للعرض والطلب، في ميزك انت شحال راه يجي؟ انا نعطيك اليوم برك دينار. لا انا قلت لك اصبر، انا قلت لك دابا في حاله انا نعطيك اكزومبل. المغرب دابا كل دولار كيساوي 10 دراهم. انا نقول لك كمغربي الا درت تعويم ديال الدرهم غيولي كل دولار يساوي 15. دريس الدينار راه مدعم كيما الحليب مدعم، راه على بالنا مدعم. دابا اصبر، دابا انا بغيت نقول لك الا شديتي الدينار ودرتي ليه الفري فلوتين، اي انك عومتيه، التعويم واش هو ما يبقاش عنده دعم، يعني كيولي الطلب والعرض هو اللي كيحدد القيمه الفعليه ديالو. في ميزك انت شحال راه غتوصل كل دولار مقابل دينار جزائري في حاله درتي تعويم؟ يوصل 280 290 دينار. صح، احنا نقولوا اسيدي 250، ما نمشوش ل 280. يعني دابا انت شد لينا هذيك ال 14,000
مليار دينار جزائري، في عوض تقسمها على 150 قسمها على 250، راح البي بي ديالك يهبط ل 164 مليار ديال الدولار، وهذاك هو البي بي ديالك الحقيقي. على بالك علاش؟ يا دريس اذا كان البي بي تاعي، اذا كانت يعني القدره الشرائيه للمواطن الجزائري، المواطن الجزائري نديرو حنا غير القدره الشرائيه بين المواطن الجزائري والمواطن المغربي ماشي كيف. احنا احسن منكم 40,000 مره. انا احسن منك ب 40 مره. نعطيك الدليل. انا صح قبل ما تعطيني الدليل. لا قبل ما تعطيني الدليل انا نطرح لك سؤال. حيد الدعم الكلي ديال الدوله واعطيني الدليل. انا ما نحيدش الدعم مادام راني داير 19 مليار دولار الدعم، ميزانيه الدعم لمن دايرها؟ وعلاش الشعب يستفاد منها الشعب. اصبر سيدي احمد، وعلاش 19 مليار اللي انت غادي تعطيها بدون مقابل للشعب ما نديرش بها مشروع قومي في البلاد اللي يعطي مناصب؟ انا فاهمك بوسك سياده الدوله للشعب الجزائري، السياده للشعب، ومن حق هذا الشعب باش يكون عنده صندوق سيادي يتغذى منه وياكل منه. من حق هذا الشعب انه ياكل من سياده خيرات بلاده. من حق هذا الشعب. علاه ما يخدمش علاه يبقى ياكل هو؟ ياكل لا حشد تول. لا يخدم علاه يخدم ما يخدمش وياكل، ما تحسدوش، عنده الخير في بلاده. يعني انت راك تشجع على الناس انها ما تخدمش نورمالمون وراه يدي منحات بطاله ويدي السوسيال. انا واحد الوقت اسمع دريس انا واحد الوقت كنت عايش في ليبيا. المواطن الليبي كي تنحرق له لامبه تاع الدار يجيب خدام يركبها، عنده الدراهم، عنده يعني حامل الكتيب اللي عنده ليفري فامي كيما نقولوا حنا المتزوج، عنده 10,000 دولار سنويا. حامل الكتيب عنده 10,000 دولار سنويا. دير في حسابك عائله فيها 5 من الناس متزوجين يسمى عندهم 50,000 دولار في العام، فهمني؟ لهذا المواطن الليبي مثلا نقول لك مواطن موش خدام، باسكو الناس والفت سياسه الريع هذه، والفت سياسه الحاجه سهله. انا بالنسبه لي انا كي نشري كي مثال انا نروح نشري البوطه تاع الغاز من الجزائر نشريها ب 200 دينار، اللي هي شحال مغربيه؟ 200 ما هي شي حاجه قليله، اللي هي مثال 2 درهم. انت البوطه تاع الغاز تاع عندك دير 45 درهم ولا 80 درهم، فهمني؟ مثال انا نروح نشري الزيت نشريها مثلا نشريها ب 650 دينار اللي هي 65,000، 650 دينار، وهي مدعمه حتى الليسونس والمازوت مدعم من طرف الدوله. اسي احمد نورمالمون هاد الطريقه اللي راكم ديروا ما هي سليمه. علاش؟ باسكو راكم ديروا كي شغل تربيو العجز في الناس كيما تقولوا نتوما بالعاميه راهي راكده وتمونجي. ابارامون هذه ما لازمهاش تكون. انا المغرب يقول لي دريس عندنا مثلا 10 ملاير، راهي المغرب عنده 10 ملاير نحطوها ستوك غادي ندعبوها. كان المغرب دارها سميتها صندوق المقاصه. مي انا جو سوي كونتر. لا حبيبي حيد علي كاع الدعم كامل، ولكن دير لي مشاريع فين نخدم ويكون عندي ندخل قار. انا نقول لك حاجه، شوف انا ما يعجبنيش في المغرب، وانا ماشي كاع في الدول العربيه اللي كاين الدول العربيه اللي ما يعجبنيش فيها هذه. شوف كاين يعني اعمال تاع العبوديه ما تعجبنيش لا في الدول العربيه. شوف نعطيك واحد الحاجه، اسمح لي لا دريس ما تقوليش رجع. المواطن الجزائري قال لك متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار، ما تقوليش كذا ولا ذا. ندير انا لاشين، انا نفيق على 4 ديال الصباح ندير لاشين انا على الحليب. انا وشنو ذنبي وشنو ذنبي؟ اصبر اسي احمد اصبر. غادي حضاريا عندي دراهم في جيبي ودرت لاشين على الحليب. انا عندي الفلوس في جيبي، ماشي واحد يروح يطلب. حبس ماشي كيف حبس اسي احمد. انا وشنو ذنبي؟ نتكلموا بعقلانيه ما ادريش. هاو بلاتي يا صاحبي نقولوا لك جمله باش نوريوك هذه ديال متى استعبدتم. علاه انا نفيق مع 4 ديال الصباح ندير لاشين على الحليب؟ علاه انا ما ناكلش الحوت وما ناكلش اللحم الا مره في 6 سنوات؟ علاه انا مواطن جزائري نركب في الطوموبيل ونسير غادي لطريق تمراس نسير غادي بيس. هاو بلاتي علاه انا مواطن مغربي. بلاتي يا سيدي احمد علاه انا مواطن مغربي نخرج ب 10,000 نحوس في فرنسا وتتخرج ب 700؟ واش دير لك 700 انت 750 اورو؟ علاه كاين شي دل اكثر من هذا؟ علاه تدني؟ ووزير الداخليه واش قال لك؟ قال لك نعطيو المواطن يروح يحوس. علاه كنتي رابط عليا انا الكرويله ولا كيفاه؟
علاه انا مادامك راك تقول راهي مقوده عليا والشعب ما عندوش ما ياكل وكاينه العبوديه، انا نخرج من المغرب ب 10000 اورو. 10000 اورو انا نمشي للمالديف. هذا 10000 اورو في متناول الجميع؟ هل في متناول الجميع؟ وانت ستيها انت ما تخرجش بها وقد تكون عندك. لا تجاوبني على سؤالي، هل هي في متناول الجميع؟ وانت تخرج بها انت بعدا، انت ما عطاتهاش لك الدوله. انا نخرج بها في متناولي. والله انا نقدر حتى نجيبها من السوق السوداء وما يهمنيش الامر فيها. تخرج بها من السوق السوداء. اي وما يهمنيش الامر فيها. بويسك علاه دريس نعطيك حاجه. الدوله مرخصاك نورمالمون، علاه ما تعطيكش حقك انت في 20000؟ لا ما اديش 20000. انا 20000 واش ندير بها؟ انا رايح نمشي اوتيل في تونس انت باغي تمشي كيفاش 20000 اورو واحد باغي يمشي يدوز فاكونس في جزيره ولا في باري؟ 20000 اورو راح نشري سكنه، راح نشري دار في تونس 20000 اورو ما تلحقش 10000 اورو تشري لك دار في تونس. نشري دار في تونس انايا. انا خرجت مره واحده ديت معايا 9800 اورو. يا دريس شوف نعطيك واحد الحاجه. انت راك تاجر. مانيش تاجر انا. اصبر، انا بغيت نعرف مادامكم انتم قوه اقتصاديه ولاباس بكم والفلوس والناس راهي عايشه بخير والدعم، علاه تعطيه 750 اورو؟ واش دير ليك نورمالمون؟ انا 700. اسمع انت جاب لي ربي يا ادريس، مازال ما تعرفش الصرف، حقيقه الصرف. انا 750 اورو هذه لو كان نصرفها هنا في تونس نعيش بها شهر في تونس. عندك تونس نورمالمون ما تفوتش تونس. نروح لتركيا نعيش بها في تركيا ونعيش بها. واش دير لك في تركيا؟ في تركيا ونعيش بها في تركيا. 1000 اورو في تركيا نعيش به. نقعد سمانه في تركيا الابيا، كاع نعيش الابيا وفي فندق 5 نجوم. 5 نجوم 750 اورو. نعم نعطيك الاسعار دوك نبعثهم لك في البريفي، كاع الاسعار تاع الفنادق في تركيا. والله يا سيدي احمد شوف صادقني القول. والله يا دريس اسمع نعطيك واحد الحاجه. انا شوف عشت في غروزني لمده 5 سنوات في غروزني في الشيشان، فهمني؟ اجمل البلاد واجمل بشر واجمل معامله واجمل يعني توثيق للاموال شتو فما، فهمني؟ شتو فما. كاين الناس اللي يعني ربما عندهم نظره خاطئه على السياحه هذه، يقول لك السياحه نشاط يعني يروح لدبي، يروح لتركيا، يروح للمغرب، يروح لكذا، يروح لبريطانيا، يروح لماليزيا. كاين بلدان احنا ماناش مطلعين عليهم في السياحه تاعهم، ولكن عندهم عاداتهم وتقاليدهم لازم تلتزم بها. شيشان معروفه، شيشان ما شاء الله، فهمني؟ بالك ما رحتش ليها دريس؟ رحت ليها؟ لا ما الاوروب كامله عندي غير شي حاجه. شوف نعطيك حاجه والله وتروح ليها. شرطو العاصمه غروزنيه من اجمل المدن اللي زرتها في العالم. صح وشوف شوف في السيت، ادخل في السيت وشوف. والله ما تقدر. شوف اسمعني نهضر معاك، تدي معك مثال مبلغ تاع 2000 دولار ولا 2500 دولار في غروزنيه يكفيك لمده شهر كامل، وانت يعني مريزيرفي في فندق يعني 5 نجوم. الشاي هما عندهم ملتزمين في بعض الحدود، ملتزمين في بعض الاشياء. وانت كيفاش تدي معاك 2000 اورو الدوله الجزائريه عطيك 750؟ انا راك دير سكوار ولا طلب واحد باوروبا يمد. لا هذاك هو الصرف. اسمع الصرف تاع الدوله تعطيك يعني 750، اللي تبغي تزيدها تروح للسكوار. وكي تتم غادي خارج يقبضوك يديوها لك. لا ما يدوك، لازم تسرح دير التصريح برك. اقسم بالله يديوها لك. والله ما يدوها لك دريس. او شلناهم نحن فيديوهات. انا قلت لك والله ما يديك، لازم دير التصريح. صح معليش خليك معنا سي احمد نسمعوا الاخ الجنرال ومن بعد نرجعوا. سي محمد مرحبا بك. مرحبا خويا دريس وسي احمد وسي سفيان والاخوان اللي تحت. الجنرال سؤالي، هل انت من مساندين لدعم الدوله كدوله ريعيه؟ لا انا بعد اولا نشكر السي احمد حيت فهمني واحد القضيه ما عمره فهمتها، كانوا يقولوها المغاربه كاملين، اول مره نفهمها. واش هي؟ راه برا الشيشان. والله لا عاد فهمتها. هذه يا سي احمد كنقولوها نورمالمون، راه برا الشيشان نقولوها بزاف المرات. تقول مثل عندنا حنا هنايا. عاد فهمتها. الدعم الدولة. شوف الدعم الدولة هو سميتو
هو ريع متخفي. يعني انت ملي كتكون الدوله كتدعم المواد الاساسيه، خاص تعرف بانه كاين ناس اللي كيستافدوا من الدعم بدون احقيه، لانه الدعم لاش مديور اصلا. الدعم مديور للطبقات الهشه، يعني دعم للطبقات الهشه على تقلبات الاسعار وتقلبات السوق. لكن مثلا في المغرب حنا مثلا غادي دير البوطه كتدعمها الدوله، كتكلف 2 مليار دولار ولا 3 مليار دولار ديال الدعم، تمشي انت لواحد في فيرما كيكونسومي 50 60 حتى 70 بوطه في السيمانه. الدعم ما مديورش لهذا الشيء. يعني ملي كتشوف التكلفه ديال الدعم، شحال كيستنزف ديال الملايير ديال الدولارات. لو كان يدار في التنميه الاقتصاديه ويرفع من المدخول ديال المواطن، ويكون الدعم المباشر بحال اللي كاين في المغرب، يكون الدعم مباشر للناس اللي كتستحقوا. يدار ميكانيزم ديال الدعم المباشر باش تولي حتى الميزانيه ديال الدوله، ان داك الفلوس اللي كنولي نخسرهم 5 6 7 المليار، ولا كما قال هذا قال لك 19 مليار دولار كتمشي في الدعم، كتمشي في الهواء. لو كان نمشي نخصصها في الاستثمارات. هذا كيتسمى الدعم الموجه اللي كيمشي للطبقه الهشه. الدعم الموجه، واحد الهضره كان قالها بن كيران واحد العام وهي صحيحه، قال لهم انا لو كان نعطي بوطه كل اسره مغربيه نعطيها بوطه باطل، ما غاديش تكلفني ديك 2 مليار ولا 3 مليار دولار اللي كديرها الدوله في صندوق المقاصه. صندوق المقاصه حنا عندنا مثلا كان فيه ماشي غير الريع، كان فيه حتى الفساد. كان عنده فساد كبير، خصوصا في الغازوال، في المحروقات. الدعم ديال المحروقات الدوله ما كانتش كتكونتروليه. كانوا شركات ديال النفط وخصوصا لسمير كتحسب داكشي اللي بغات باش ما بغات، وفاش ما بغات كتحسب بشحال شرات باش بغات، وكتحسب باش باعت باش بغات، وكتاخذ الدعم، كتاخذ هذاك ليكيفالون ديال المقايسه ولا صندوق المقاصه باش بغات. اليوم المغرب منين قطع هذاك الروبيني، لا سمير وقفات. بالنسبه لنا حنايا المصلحه ديال المغرب فاش هو في زياده الانتاج، ماشي في زياده الدعم. خصنا نزيدوا للمواطن كيفاش انه ينتج، انك تنتج تكون تدخل المصروف ديالك، ان حتى البوطه تولي دير حتى 200 درهم، غير تكون عندك الانتاج ديال انك تخلص البوطه ب 200 درهم، يكون عندك الصالير ديالك والثروه اللي عندك في البلاد، تمكن المواطن انه يشري البوطه ويشري الضوء ويشري الماء ويشري بدون دعم وبالسعر اللي كاين في السوق، لكن بانتاج الثروه، ماشي بانشاء ولا خلق مواطن اتكالي، مواطن اللي كيخلي السوبيرات وكيمشي يدير الطابور بكل حريه كيمشي يدير الطابور باش ياخذ القمح، باش ياخذ العدس، وباش ياخذ الملح، وباش ياخذ السكر، وباش ياخذ الزيت، وباش ياخذ، وبكل حريه، ويخرج يقول لك لقد انا في بلدي حر لانني قمت بالطابور بكل حريه. شفت المشكله فين كاينه؟ وتحياتي خويا دريس. تحياتي لك مون جينيرال. خلينا نزيدو نسمعوا الاخ سمير ونرجعوا عند صوفاج. سي سمير، مساء الخير، نتمنى تكون راك ترونكيل دابا. يا ترونكيل. السلام عليكم خويا دريس. واحد القضيه خويا سمير، الا سمحتي لي خويا سمير، غير واحد الدقيقه. هذيك ديال الهنود، الشركه الهنديه سي دريس، قلب عليها غادي تلقى واحد الكارثه ما انزل الله بها من سلطان، والله ما دوله الا قربي. نقول لك علاش، وانتم الجزائريين غادي يوافقون. جابوا شركه هنديه عطاوها 70% من الحجار مقابل 20 مليون دولار، تخيل، وبدون اي شروط استثماريه، بدون سونز اكزيجونس تدخل. المهم غادي نرجعوا في الموضوع ونعتذر للجزائريين على الكلمه اللي قالها الجنرال. لا والله لا بصح، ماشي انا الجنرال واش متربيه لا صافي برد عليه. تا احترم راسك صاحبي، احترم روحك.
هو صراحه الجنرال ربما غير مشات لي وسط الكلام، وانا اعتذر لجميع الجزائريين عليها. انا غادي نقول لك وفي الخلاصه غادي تعرفها قربي. انا نقول لك جات شركه هنديه خدات واحد المجال سيادي، شركه قداش خداتها ب20 مليون دولار، مع التزام الدوله الجزائريه بعدم الاستثمار في قطاع الحديد لمده 10 سنوات. والشركه الهنديه ما دارت والو، وباش تخرج في 2016 الدوله الجزائريه عطاتها مليار و250 مليون دولار وصرحت ب 600 فقط. والشركه في الهند اعلنت انها اخذت تعويض بمليار و250 مليون دولار، حطات 20 مليون دولار هنا وخدات مليار و250 مليون دولار. قربي ولا ماشي قربي؟ وشكرا جزيلا. الكلمه ديال قربي باللغه العاميه الجزائريه كتعني الكوري. لا ماشي الكوري، لا القربي بالفرنسي، لا بالفرنسيه لو غوربيي. لو غوربيي هو داك الكوخ بالقش بالقصب، هذاك هو لو غوربيي. راهي غاديه لهاد لو كوخ. لا ماشي كوري، لا ما قلتش كوري انا، لا ماشي كوري، كوخ ريفي. نقول كوخ ريفي بحال النواله هو القربي. صح. خلينا نسمعوا الاخ سمير. مرحبا سي سمير. انا سي دريس، انا روز، الله يغفر لك جنرال، هربتي الكليانه صاحبي. كنا على البريك ولا الجنرال ديالك هربهم العفريت هربهم. انا صراحه الجزائر اللي كتناقشوا عطيه غير الوقت يهضر، راه داكشي اللي غادي يقول اناليزيه راك تموت بالضحك. قال لك اسيدي ان الدوله كتعطيهم 700 دولار كيسميوهم منحه، كنعرف انا حاجه منحه هي اللي كتعطى فابور، المهم منحه السفر. قال لك ونقدر نشري داكشي اللي بغيت من السكوار وندوز به من المطار ما يحيدوش ليا. دابا شنو بغى يوصل لينا هنا؟ اش بغى يوصل لينا هنا؟ راه ما عرفتش اش يقول هو. بغى يوصل لينا بان المارشي نوار معترف به في الجزائر. واش المارشي نوار قانوني؟ اعطيني دوله فيها المارشي نوار قانوني. شوف سي سمير، انا نعطيك كاينين فيديوهات ديال وحدين شدوهم في المطار حيدوا لهم فلوس من الخير. لا انا معاه قانوني، انا معاه اخويا كيدوزوا. راه كيما قال جنرال قربي راه اكثر من قربي. واش علاش؟ لان المارشي نوار، اش تسمى مارشي نوار؟ راه يعاقب عليه القانون، في اي دوله يعاقب عليه القانون. لان علاش ما خديتيش الفلوس انت من لو سيركوي اوفيسيال، لو سيركوي بونكير، يعني واحد الاموال لا تخضع للرقابه، لا منين جايه ولا فين غاديه. وعطاتني واحد الرقم قال لك 91 مليار دولار. قال لك لو فلو اللي كيتمشى في اللي كيسيركولي في السكوار، واخا هذوك الفلوس ديال السكوار، هذاك الدولار ولا الاورو شنو كيديروا به؟ كدوي على الملاير، خليني من السفر وكذا، من هادو فين غاديين هادو القمر؟ فين اش كيديروا بها نورمالمون؟ كيستوردوا بها. ملي كدوي على الملاير انت مثلا مواطن جزائري السي دريس غاتشري سيدي 2 مليون دولار، شنو غدير بها؟ غتخزنها؟ خاصك تروجها. وباش غادي تروج اش غتروج؟ غتامبورتي بها، غتامبورتي.